كنت فاكر اني اعرف نفسي. كنت شايف صورتي في المراية وبقول هو ده انا. بس فجأة لقيتني بعمل تصرفات مش شبهي. بزعل من الناس من غير سبب. بغضب بسرعة، بخاف من حاجات ملهاش معنى. في جوايا حاجة حاجة مستخبية مش شايفها، بس حاسس دايما بيها. زي ضلي دايما ورايا، بيلف حواليا، وساعات كمان بيسوقني وانا مش واخد بالي. كارل يونج، الراجل اللي دخل جوه أعماق النفس البشرية وقال لنا: لو ما واجهتش ضلك، هو اللي هيقود حياتك وانت فاكر نفسك حر. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الأول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع الحلقة بتاعتنا على طول. كارل جوستاف يونج، راجل سويسري، اتولد سنة 1875، وكان في الأصل دكتور نفسي. اشتغل في بداية حياته مع سيجموند فرويد، وكان فرويد شايف فيه الوريث الفكري ليه. لكن بعد شوية الخلاف بدأ. فرويد كان شايف ان الجنس هو المفتاح الأساسي لفهم النفس البشرية، وكارل يونج رفض ده تماما، وشاف ان الانسان اعمق من كده بكتير. في روح، فيه رموز، في اساطير، في حاجة جماعية بتربطنا ببعض حتى من غير ما نعرف ايه هي. اللاشعور عند كارل يونج بيتقسم لثلاث مستويات. كارل يونج قسم النفس البشرية عنده لثلاث مستويات. أول حاجة الوعي اللي احنا عارفينه. تاني حاجة اللاوعي الشخصي، ذكرياتنا، مخاوفنا اللي نسيناها أو حتى كتمناها. وتالت حاجة اللاوعي الجمعي، وده هو اكتشافه الثوري. طيب ايه هو اللاوعي الجمعي؟ زي خزان مشترك بيننا كلنا كبشر، موجود من آلاف السنين، في رموز، في صور، وفي نماذج بتظهر في كل حضارات العالم. مثال على كده، في كل الأساطير تقريبا هنلاقي البطل اللي بيخرج في رحلة، الشرير اللي بيخبي سر، الأم اللي بتحمي أبنائها، الكهف، التنين. كل الحاجات دي موجودة. كل دي رموز بتتكرر لأننا كبشر بنشترك في ذاكرة نفسية جماعية واحدة. وفي حاجة مصطلح مهم عند كارل يونج حابب ان انا اشرحه، وهو الاركتايب. الاركتايب مش مجرد رموز، دي انماط نفسية قديمة بتتكرر جوانا من زمان. من اهمهم الذات، وهو الهدف النهائي والصورة الكاملة للنفس. تاني حاجة الانيموس، الذاكرة داخل كل امرأة. تالت حاجة الانيمة، وهي الانوثة الموجودة داخل كل رجل. رابع حاجة القناع او البرسونا، وده الوجه اللي بنقدمه للعالم. خامس حاجة والأخيرة وهي الظل، كل حاجة رفضناها لسه موجودة جوانا. حبيت ان انا استخدم مثال مشهور جدا علشان الناس تقدر تفهم فكر كارل يونج، وهو مثال من فيلم ذا دارك نايت. وفي الجوكر هو الظل اللي باتمان مش عاوز ابدا يعترف بوجوده، لكنه في الحقيقة هو جزء منه. الظل ده مش شيطان ومش شرير. الظل هو كل حاجة انت رفضتها في نفسك: الغضب، الغيرة، الرغبة في السيطرة، الشك، وحتى الموهبة اللي المجتمع قالك عيب انك تبينها. المشكلة انك لو ما شفتش الظل ده هيفضل يتصرف من وراك. هتلاقي نفسك بتتخانق فجأة او بتنهار من غير سبب. كارل يونج بيقول: ما لا نواجهه في الداخل سيظهر في حياتنا كقدر لا مفر منه. ومثال على كده علشان نوضح كلامه: لو مثلا طول عمرك بتكبت الغضب، هتلاقي نفسك فجأة بتنفجر على حد غلبان، او بتكره نفسك من غير ما تفهم انت بتعمل كده ليه اصلا. خامس حاجة وهي فكرة القناع او الوهم الاجتماعي. والحقيقة انا حابب اشرح الجزء ده لان هو جزء مهم جدا في فكر كارل يونج. وهو بالنسبة له القناع هو الصورة اللي انت بتقدمها للناس: الموظف المثالي، الابن اللي هتلاقيه دايما مطيع، الشخص الايجابي دايما اللي غالبا بيخفي مشاكله بشكل كبير. بس المشكلة لو انت صدقت ان ده هو انت الحقيقي، هتلاقي نفسك بتتوه اساسا عن نفسك. القناع مهم، بس لازم تبقى عارف انه مجرد دور، مش هويتك الحقيقية. طيب ازاي نتحقق من الذات بتاعتنا دي؟ دي كانت الحلم الكبير عند كارل يونج، ان كل انسان يوصل للذات الحقيقية بتاعته.
بس ده بيجي بعد رحلة طويلة جدا من مواجهة الظل اللي جواك، التصالح مع الأنيموس وكمان الأنيمة، كسر القناع، دمج كل ده في صورة متكاملة واحدة. الرحلة دي اسمها individuation، يعني الفردية، لأن فعلا رحلتنا كلنا كبشر في الحياة هي رحلة فردية، ورغم انها فعلا صعبة لكن هي طريقك للسلام الداخلي. تخيل شخص طول عمره بيحاول يرضي الكل، لكن جواه في شخص متمرد بيصرخ، لو تجاهله هيتحول لغضب داخلي، ولكن لو واجهه ممكن يكتشف انه مش مجرد متمرد، لكنه كان بيدور على حريته. في جزء كمان مهم جدا في أفكار كارل يونج، وهو جزء المتعلق بالأحلام. كارل يونج كان بيقول إن الأحلام مش مجرد فوضى دماغ قبل النوم، دي لغة رمزية من اللاوعي بتوصل لنا رسائل معينة. حلمت بقى إنك بتقع، ممكن يكون شعورك بفقدان السيطرة، بتجري وراك وحش، ده ممكن بيرمز للظل اللي بتهرب منه. كل الحاجات دي لها دلالات معينة. كارل يونغ كان بيفسر الأحلام مش كعلم ثابت لكن كفن بيحتاج فهم وتفكيك للرموز. طب هل كارل يونغ كان ليه علاقة بالدين أو التصوف؟ كارل يونغ ما كانش متدين بالمعنى الكلاسيكي، لكنه شاف إن الدين مهم جدا للنفس البشرية، وكتب عن المسيحية والرموز اللي فيها، وكمان البوذية وتوازنها النفسي، وكمان كتب عن التصوف الإسلامي وإزاي الصوفي بيبحث عن ذاته بشكل مختلف عن باقي البشر. هو شاف ان الانسان محتاج رموز روحية في حياته علشان يفهم بيها نفسه، مش علشان يتبعها بشكل اعمى، لكن علشان يكتشف من وراها المعنى. في ناس كتير قالت ان كارل يونغ غرق في الرموز والاساطير، والبعض كمان شاف ان كلامه صعب يتقاس علميا، لكن رغم كده افكاره اثرت في حاجات كتير جدا. اثرت في العلاج النفسي الحديث، اثرت في الادب، في عرضنا للسينما، في فلسفة وفهم الذات. طب احنا النهاردة في 2025 ليه بنرجع لكارل يونج؟ وده سؤال الحقيقة مهم جدا، لأنه في زمن السوشيال ميديا الناس بتجري ورا القناع بس بينسوا يواجهوا نفسهم. يونج بيرجعنا للداخل، بيسألنا سؤال مهم جدا: انت مين من غير شغلك، من غير صورتك على الانستجرام، من غير القناع؟ هل تعرف ترد ولا هتفضل ساكت؟ آه ما كنتش اعرف ان في حد تاني، بس لما شفته عرفت انا مين. انا مش ضعيف ولا مظلم، انا انسان كامل، في نور وفي كمان ضلمة، بس بقيت مستعد ابص جوايا وواجه اللي مستخبي. ده كان كارل يونغ، بكل افكاره تقريبا اللي حبيت ان انا اعرضها النهارده، لانه حقيقي حد يستحق ان هو يتعرض بالشكل ده. في نهاية الحلقة قول لي في تحت في الكومنتس ايه هي اكتر جزئية في افكار كارل يونغ كانت مؤثرة ومفيدة جدا بالنسبة لك. في نهاية الحلقة انت هنا كنت في برنامج الفيلسوف، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.